السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. بحبكم في الله. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، ما تحرمش منكم أبدا 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 أبدا. متنسوش تحطوا لي لايك ودعوة حلوة من قلوبكم، ولسه ما اشتركش يشترك في قناة يوميات ميسة وأولادها. بحبكم في الله، وحشتوني 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 قد الدنيا دي كلها. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة طلول شهر شعبان. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. معزومه النهارده، معزومه عند اربعه. مرات ابويا وعند محمد، عند ام لؤي مرات ابويا هناك اهي. عند محمد وعند اخت دي وعند اخت دي، فمش عارفه اروح فين. فاللي مسيطر محمد، فانا هروح عند محمد. فهو اللي مسيطر علينا كلنا، فهو اللي كلمته هتمشي على الكل. فانا رايحه اتغدى عنده. قلت له اي غني عن التعريف. العشاء بقى يا مان. ها لسه انا هقعد للعشاء. حماد حماد هو قاعد فين؟ فوق طلع عشان الكهرباء قطع. هنقعد على السطح؟ ايه. ازيك يا ام صلاح؟ ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. لا تنسوش اللايك. احنا هنطلع ناكل على السطح في الشموس عشان الكهرباء عشان قطعت. الكهرباء قطعت تحت يا حبايبي، وفي نفس الوقت الشمس كده. زي ما انا قلت لكم هم 4 زمن، بس اللي مسيطر واللي كلمتها هتمشي على الكل اكيد ابو حبيب. مش كانت لاقيه الكيم تلبسها الوقت. طب النسبة اجيب شبشبيه؟ ها شباشب هيطلع واكد لك من فوق. ربنا يكتر الشباشب. ازيكم يا حبايبي؟ هنوريكم ابو حبيب دلوقتي هو شايل ايه. صورت حيا سفيان. اقعد يا انت وهي. يا ريان تعالى انا اهو كده. تعالى انا يا ريان. تعالى انا زوجي عشان لما تقعد هنا تزوم معاك. حسب التليفون كده يا حبايبي اللي انا كنت رايحه عند اخويا محمد. خدي تليفوناتك جانبك ياما. شايل سفيان شايفين؟ يلا يا سما. بيدلل ما انفتح. ربنا طبعا يا حبايبي يخليه تعالوا اتغدوا يخلي معانا له كلنا يا خير يا حبيبي. رب. اللهم امين. ربنا تعالوا يخليك اتغدوا معانا. ما تحرمش منك ابدا 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 حبة ابدا. محشي كده يا حبايبي على قد ما جوزهم يومي. حتة فرخة تستاهل بكم. طبعا ميسة شرفتنا ونورتنا النهارده هي واولادها واحفادها. احفادها لسه ما كل جبتش الحاجات يا ولاد. هي طالعه من السلم. انا مش قادره اسالك. احنا هناكل. ثانية يا ابو حبيب. كل شويه مش هي قاعده مش هي قاعده قعدتك من ساعتها وزحجتنا. استنى بقى لها ساعتين بتصلي التراويح. بنحبكم جدا جدا، وما تنسوش اللايك. وطبعا يا حبايبي نرجو ان انتوا تشتركوا وتحطوا اللايك عشان الفيديوهات كده ربنا يكرمها. لو بدي اعمل حاجه اضربه على طول. تأدب ايه بابا حبيب؟ عشان قال ايه فهمني. ما هو بقول لا، بقول له تاخد الواد، بقول لا. حبيب محمد قال لا، فقال له قام ضربه، قال له لا احنا هنربيه ونجيب له كل حاجه. تعالى هنا كده. انت رايح فين العزبه؟ عشان ناخد اللقطه اللي قلبها. واعملي بقى هات لي فراغ. صوره كده. هات لي فراغ. جبت كله. يلا الصورة لطنط مي. لا 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 لا. هلا انت جايبه الصابونه في الاكل هناكلها ولا ايه؟ لا ده عشان غسلوا بيها. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. احنا اولاد زواد، احنا اولاد زواد ياكلوا مع الصابون مع المحشي. عاملين محشي بقى وحاجات. بيتنا. لا مش هتاكل. نزلت تصور ليه؟ هذا انا اصور لك. المصورات هيتصور مقطع هنا شويه هنا. ما ده بيصور بس ما هو بيصور. فبعد ما اتغدينا كده يا حبايبي انا ماشي. بعد ما اتغدينا كده انا وابو ادم ابو حبيب محمد وام صلاح وكده اتغدينا. فهي حبت ايه تجيب لنا حاجه نشربها، فقالت ايه هنعمل لكم ايه، هنعمل كوبايتين قهوه انا وهي، يعني كل واحد كاسه قهوه كده وفنجان قهوه، وكل واحد ايه شوكولاتيه كده.
وبعد كده والولاد حاجة ساقعة يعني، راحوا فوريين والولاد حاجة ساقعة وحبيب وكده. لا يا رب حبيب كان مشي، راح مع ابوه، راح مع باباه عند خالته اسماء. فقعدنا انا وهي بقى ندردش كده ونتكلم. مكتومة جدا جدا جدا، عندي برد ومكتومة كاتمة يعني ما يعلم بها الا ربنا. فكان قعدنا ندردش انا وهي بقى ونتكلم، وهي بتتكلم تقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان. وان شاء الله وانا كمان بقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، حلول شهر رمضان ان شاء الله يجي كده بايه، يجي علينا كده يا رب، والأمة الإسلامية كلها بخير ويمن وبركات، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. فبتقول لكم ما تنسوش اللايك، وتحطوا اللايك كده لميسة عشان قناتها تكبر يا حبايبي، وربنا يبارك فيكم يا رب ويديمكم نعمة في حياتنا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا كده يا حبيبي احنا كنا عمالين ندردش ونتكلم، وحبيت ان انا ايه اسيب لكم المقطع ايه يعني، اشيل الصوت لان يعني ايه شلت الصوت وكده يعني. فطبعا القفص ده يا حبايبي من عندها يعني، من عند ايه سمورة، كانت جايبة عصافير وبتقول لكم ابن خالي بيقول لكم ما تنسوش اللايك، حطوا اللايك، ابن خالي اللي في الفيديو ده. وده سمورة هناك اهي في البيت عندهم، ودي مرات ابويا ام لؤي جنب بيت اخويا برضو، ودي ام لؤي، ودي سمورة هناك دي، وده اخويا اخواتي برضو كده كانوا بيلعبوا قدام البيت، وده ابن خالي. فبقول له تعالى اما اجيب لك عروسه جه يجري ساعة ما قلت له اجيب لك عروسه، عشان هو مش متجوز يا حبايبي لسه، عنده 40 سنه وما اتجوزش. ودي اسماء. طيب طبعا غنية عن التعريف، اسماء بنت سموره، كانت رايحه مشوار وكده مع هي وامها. فطبعا بقى دي الفيديو كده، طبعا معايا الفيديو كده، ما تنسوش اللايك والاشتراك ودعوه حلوه من قلوبكم. طبعا انا كنت في اليوم ده عامله سبانخ ولحمه ورز بشعريه وكده. ف شو ادخلوا معايا الفيديو كده، وما تنسوش اللايك والاشتراك ودعوه حلوه من قلوبكم، ربنا يديمكم نعمه في حياتي، وكل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه كلها بخير ويمن وبركات. بصوا يا حبايبي انا كنت عايزه اقول لكم حاجه الفيديو اللي فات، كنت عايزه اقول لكم حاجه وبعدين انا ما قلتهاش بصراحه ليه. كنت بصراحه كنت عايزه اكتب على عنوان الفيديو اخر فيديو على القناه. تعبت يا حبايبي، بص بيجيلي ملل لما اكون فيديو تعبانه فيه يوم كامل، او بصور او اقعد كده ادمج كده واقص واعمل في الفيديو، وفجأة كده ما الاقيش مشاهدات على الفيديو. طيب يعني لو حتى ولا لايكات ولا مشاهدات، فبصوا بصراحة بس ريان بصراحة كنت ان انا بس كده عيب عشان اللي مسجل فيديو يا ريان، كده عيب يا حبيبي كده. بصوا يا حبايبي والله العظيم كنت يعني خلاص عايزة يعني ان انا اقفل القناه، بس ما قدرتش عشان خاطر حبايبي اللي معايا ومتابعيني. بصوا مش هقول لكم ان انا متابعيني ملايين ومتابعيني الوفات والكلام ده، كفايه عليا يعني المتابعين اللي معايا لو هم قليلين بس عندي بالدنيا كلها. بس يا ريان بعد كده يا حبايبي ايه فعشان حبايبي اللي معايا ومتابعيني واخواتي اللي معايا، فعشان كده انا يعني خايفه اخد القرار ده بصراحه يعني. فتابع معايا الفيديو كده، وما تنسونوش بالدعواتكم الحلوة، وربنا يكرمني ويرزقني ويعطيني ويعطيكم، اللهم امين يا رب العالمين كل اللي بتتمنوه. طبعا انا دخلت اعمل صلصة السبانخ، كان معايا توم مهروس حطيته الاول، وبعد كده حطيت البصلة الاول الشواحد كده يعني كانت دبلانة، وبعد كده حطيت توم مهروس، نص معلقة توم مهروس، وبعد كده ايه صفيت الطماطم والصلصة، وبعد كده وحطيت البهارات بقى البهارات السبعة اللي عندك، فلفل اسود كمون ملح. وبعد كده السبانخ دي تغسليها كده بصوا 10 مرات كده يعني عشان الرمل والحاجات دي. واخر فم كده من الغسيل بتحط شوية خل، شوية خل، وبعد كده بتشطفيها عادي، تحط خل يا حبايبي، وبعد كده بتشطفيها عادي. طبعا هي خضرة جدا بس الكاميرا يعني جايباها كده زي ما انتوا شايفين، وهجيبها ايه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده حطيت عليها الخل، وبقى تاني هشطفها تاني برضو، هرجع عليها اغسلها واحدة واحدة يعني كده من الخل، عشان يا حبايبي انتوا عارفين ان الخل حلو جدا للخضار، في اي حاجة ما بتغسلي خضار بتحط خل. فطبعا انا هفضل اشطف فيها زي ما انتوا شايفين كده عشان الخل يروح منها،
وكان معايا كمان حزمة شبت وكزبرة. طبعا انا عاوزة الكزبرة بس مش عايزة شبت. بعد كده التقلية سبكت معايا معلقتين رز غسلاهم. بصي يا حبايبي، انا عملت السبانخ المرة دي برز. هي حلوة وطعمها جميل جدا جدا جدا. بس يعني المرة الجاية ان شاء الله، انا عينت نصها ما عملتهاش كلها. هعملها سادة، يعني من غير رز خالص. هي حلوة بصراحة، مش هقول لكم ان هي وحشة وهي مش هتاكليها وكلام من ده. لا والله العظيم كانت جميلة جدا. في ناس بتحط فيها شعرية، في ناس بتحط فيها عدس، وفي ناس بتحط فيها رز. انا غسلت معلقة الرز كده وحطيته، قلت اجرب، بس هي كانت حلوة. بس انا بصراحة مش هعملها برز تاني. ليه؟ الرز يا حبايبي بي بيبشنن اكتر من لازم يعني. ماشي. يعني ايه بتحسي فيه؟ لو باتت طبعا الرز هيبشنن معاكي. طبعا دي السبانخ انا غسلتها كويس جدا وبخرطها تخريط ناعم جدا جدا جدا. ودي كانت كنت جايبه 3 ربطات من السوق ب10 جنيه، 3 ب10 جنيه. وبعد كده غسلتهم كويس وسبت الباقي يتصفى. وبعد كده احطها في كيس واخزنها وعينها في الفريزر. لما في يوم تاني ابقى اعمل شوية رز جنبيها. وبصراحة ولادي ما كلوش منها بصراحة، يعني للأمانة. حطيتها في مصفى اهو في الحلة، واسيبها بقى يا حبيبي تتصفى. انا طبعا غسلتها غسل تاني بعد ما خرطتها برضو، عشان اسيبها تتصفى كويس خالص مش يبقى فيها مية. وبعد كده احطها في كيس تخزين وعينها في الفريزر في اي وقت. وكده ابقى اطلعها واعمل للولاد حاجة، وانا اعمل السبانخ جنبها. بصراحة حلوة جدا، طعمة جدا. طعمها يعني شهي حلوة. بعد كده حبيت ان انا اعمل لها الايه، الطشة بتاعتها. برضو عبارة عن ربع معلقة توم. مش تكتري عشان انا حاطة توم في الاول، ما تكتريش. او 4 فصوص توم بس مهروسين. وبعد كده شوية كزبرة ناشفة. وبعد كده بتعمل لها الطشة. هو رز بشعرية. وكان في طبعا اللي خلاني ان هم مشيت اليوم ان هم كان في لحمة وشوربة، اكلوا بألف هنا وصحة. طبعا عملت رز بشعرية جنبيها، وفضل ونعمة من عند ربنا. والحمد لله والشكر لله. بصوا انا مش بعمل اكلات قد كده، بس الحمد لله انا احسن من غيري بكتير 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 بكتير. وفضل ونعمة وانا راضية بعيشتي والحمد لله. بس ربنا يديمها يا رب. اللهم امين. ويكفينا شر المرض. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بصوا الطعم، حياة ربنا كان طعمها جميل جدا جدا جدا. طبعا انا جهزت الاكل على اتغدوا معانا. كان في اليوم ده كنت عاملاها على العشاء بصراحة يعني. بحبكم في الله، تنسوش اللايك، دعوة حلوة من قلوبكم. واشوفكم دايما في